فين يا ابني المريض اللي هيعمل عملية؟ هو ده يا دكتور. تمام. بص، شوف انت البادجت بتاعك كام؟ يعني هتدفع مثلا 5000 ولا 50000؟ يا دكتور لا، خلينا في 5000 إن شاء الله. طيب مش لازم. طيب ممكن بس تلفلي شوية معلش؟ عبارة عن ايه بقى العملية؟ تمام. لفهولي بس معلش. حاضر. متتحركش بقى. خلصت. ايه ده؟ مش كان المفروض بتر لدراعه اليمين؟ دكتور الشمال. ها يا دكتور، العملية نجحت؟ والله يا ابني بص، هو العملية نجحت بس يعني في مشكلة بس صغيرة، يعني قد كده وقد كده، ان انت مش هينفع تروح افراح تاني. دخل لي يا ابني المريض اللي بعده. حاضر. ها قول لي بتشتكي من ايه؟ مكتوب عندك يا دكتور تحت بتاع البتر على طول، يعني في القائمة اللي تحت يعني تحتها على طول. ده انت المفروض عندك البواسير. بالظبط يا دكتور، انا اللي غلطان، انا كانوا بيحذروني من الشطة وانا برضه كنت باكلها. تمام. قول لي بقى البادجت بتاعك، يعني مثلا تدفع 5000 50000 50000. لا يا عم 50 ايه؟ والله يا دكتور يعني الحالة ميزانية يعني، فخلينا في بادجت يعني 5000 كويس. طب اتغير لي يا ابني. أول يوم رحت فيه مستشفى، وطبعا عمري ما أنسى اليوم ده في حياتي. يعني كان تقريبا رحنا قسم الباطنة، فوقفنا كنا واقفين كلنا كده في سنة أولى. فالموضوع كان يعني، فالمهم لقيت الدكتورة بتنادي لي تعالى ادي السوليوشن أو المحلول للمريض. فأنا اللي هو بتكلميني أنا، فبتقول لي تعالى. فالمهم وصف المريضة إن هي كانت راقدة، طبعا ما كانتش قادرة تتكلم ولا أي حاجة. كان اقول لكم بمنظوري وقتها كان في حاجات داخله كده هنا في رقبتها وطالع سلوك كده، انا مش فاهم ده ايه وليه ومحطوط فين وليه اصلا. فالمهم الدكتوره عبت السرنجه وبتقول لي تعالى واديها لي. فانا داخل كده، فانا داخل على المريضه، والمريضه نظرتها ليا اللي هو انت رايح فين يا ابن التيت. فاللي هو طبعا هي مش قادره تتكلم، وانا ما اعرفش اصلا مين اداهم التصريح ان المريض بيكون موافق على حاجه زي كده. بس نظراتها ليا كانت بتبين انها مش موافقه اللي بيحصل ده، ونظراتها اللي واقفين وبتاع. فالمهم دخلت، وكان في السلوك اللي طالع ديت بيبقى فيه المكان اللي هو في الاخر اللي بتحط فيه السيرنج او السلاح وتبدا تدي المحلول، فبيخش على الاي في او الوريد على طول، بيخش على الوريد على طول، يعني بيمشي في الدم. فالمهم حطيت السرنجه. طبعا انا مش كان في تقريبا 6 محابس قدامي، انا مش عارف افتح انهي. طب يعني طب ايه؟ طيب حد يساعدني. طبعا هو ما بتتكلمش. يلا يعني ده انت تقف تعمل مفيش كلام، يلا. فتمام فتحت وكنت بدي، وكنت طبعا ايدي عماله تعمل كده، والمريضه اللي هو ليه. فالمهم انا ما سميتش بقى واديتها لها ومشيت، وطبعا ماشي عمال اعمل كده وخلاص يعني والحمد لله عدت وما ماتتش يعني. فملخص اللي انا بقوله ده او اللي انا ما كنتش فاهمه، ان كنت عايز اعرف ازاي قبل ما اخش الكليه او قبل ما افهم اي حاجه عن الموضوع ده، كنت عايز اعرف ازاي الناس دي بتتعلم او كده. فقبل طبعا ما افهم النظام وكده، فببساطه انا هكلمك على بتوع تمريض. انا ماليش دعوه بالاطباء دلوقتي، انا هكلمك على التمريض نفسه. ازاي هم بيتعلموا؟ مبدئيا بيبقى في جزء نظري، طبعا في فيسيولوجي واناتومي وكل المواد الطبيه. تاخد الجزء النظري بتفهم فيه المنظور بشكل عام زي الاحياء في ثالث ثانوي بالظبط. تاخد كده منظور بقى، بتخش بقى في بعض المواد، بيبقى في بعض الفروع او بعض المحاضرات بيبقى تفرع في المنهج وتفرع في الجهاز، مثلا جهاز القلب. تفرع بقى الدم بيخش من البطين الايمن ولا الايسر، وبيطلع منين، وبيروح الاكسجين فين، وازاي بيطلع. فكره ان انت تاخده نظري من غير ما تطبقه، طبعا الموضوع بيكون يعني
غريب طبعا، ما بيكونش هو دقيق قوي. ولو انت هتجرب مثلا بيكون مانيكان كده يعني الطلاب وبيمشوا ما انتش فاهم. فالمهم ببساطه هم بيتعلموا ازاي؟ بيتعلموا على المرضى على طول. يعني انت بتاخد الجزء العملي والجزء النظري، وتعالى المريض قدامك خش تعامل. المريض بقى هيموت مش هيموت، تخيل مريض يموت، بس عامة لو مات فهو كان مريض يعني. فببساطة أنا دلوقتي جاي أكلمك على التمريض عموما. طبعا الموضوع النهارده عن الجزء الطبي عموما، فهناخد التمريض الأول. طبعا لازم تبقى عارف إن هما أول ناس بيحتكوا بالمريض. مريض بقى سواء جاي من حادثة أو جاي من حروق أو جاي من أي حاجة في الدنيا، فهم أول ناس، هم اللي بيتعاملوا مع الإصابة اللي جاي بيها، وهم اللي بيعملوا له بيقيسوا له المؤشرات الحيويه. بمعنى اصح لو المريض كان هيموت او مش هيموت، فهم اول شخص بينقذوا العالم مع الادويه والجرعات. المريض ده هياخد كذا ومش هياخد كذا، والمفروض الساعه كذا عليه كذا، وهياخد مثلا حقنه اي في او حقنه ورديه الساعه كذا. بيبقوا فاهمين كل تفصيله عن المريض وكل حاجه عملها وايه اللي دخل جسمه وايه اللي طلع من جسمه. هم طبعا اللي بيتعاملوا مع اسره المريض ويفهموهم المريض ده مريض بكذا وكذا، فانتوا هتتعاملوا مع الفلانيه. فهم الناس اللي بيحتكوا بأسرة المريض عموما برضه. وبرضه هم اللي بيخففوا عن المريض، واللي هو عن برضه ايا كانت حالته، هم اللي بيخففوا عنه، هم اللي بيرفعوا من روحه المعنويه عشان يقدر يكمل وما يستسلمش للمرض، ويكمل ويخلص من المرض اللي هو فيه ده ويتشفي. وايا كان برضه المريض جايب ايه، سواء كان حروق او جروح او تعقيم او عزل، هم برضو اللي بيقوموا بكل الحاجات دي. بيدوا الادويه بكل الطرق، سواء كانت ادويه عن طريق الفم او عن طريق الوريد او ايا كانت، فهم المسؤولين عنه. طبعا هم اللي بيتحملوا الضغط اللي بيكون موجود، لان هم اول ناس بيحتكوا بالمريض واخر ناس بيحتكوا بالمريض. يوم 12 مايو 1820 اتولدت اول ممرضه في التاريخ، فلورنس، او السيده حامله المصباح، اللي اتعمل لها تمثال عظيم جدا. كان وقتها مش بيفضل التعليم للمراه ولا الكلام دوت ولا كل الحاجات ديت، ولكن هي كانت مصممه انها تتعلم وتدرس، ويتعرض عليها فرص كتيره للزواج، ووالدها نفسه كان بيحاول يغصبها على ده، ولكن هي رفضت كل الكلام ده مقابل التعليم. وانت عارف ليه اتسمت حامله المصباح؟ لانها كانت بتخرج دايما بالليل كل يوم، بتروح لساحة الحرب وتدور على الجنود والجرحى المصابين وتشفيهم. فطبعا دي حاجة عظيمة جدا، يعني إن شخص يعمل كده ويكرس حياته إن كل يوم بالليل يروح ساحة الحرب. طبعا طبعا هي بنت، فإنها تعمل حاجة زي ديت فدي حاجة طبعا عظيمة. وتخش في الطب بقى، وإن هو يعني ما يختلفش كتير عن كل اللي قلناه، هو نفس الكلام. انت بتتعلم عملي وبتتعلم بعد كده، بتتعلم نظري الاول وبعدين عملي، وبعدين بتخش على المريض على طول. وطبعا وانت بتخش على المريض سواء ممرض او دكتور، بيبقى طبعا في مشرفين واقفين، فمفيش مريض ممكن يموت ابدا في الحوار. في طبعا هيلحقوه مهما انت عملت في المريض، فالمشرفين اللي واقفين هيلحقوه، فدي مش حاجه تخوف خالص، لا بالعكس. وطبعا لو هنتكلم على اول دكتور في التاريخ او اول طبيب، اختلاف على النقطه ديت، لان بحثت ولقيت ان في اتنين. في حسيرا وده كان في اليونان، وكان في امحتب وده طبعا فرعوني. فايا كان مين فيهم، فالمهنه ديت كانت في يوم من الايام هتتوجد، وكانت في يوم من الايام هتبقى حاجه عظيمه وحاجه مهمه تفيد كل الناس اللي في العالم ايا كان لسه مولودين لغايه يوم ما يموتوا. فبس ده كان فيديو خفيف كده بعرفك يعني الفرق بين الطبيب والممرض. وطبعا مفيش فرق وان الاتنين بيكملوا بعض. وطبعا انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انا في ثانويه عامه من سنه بالظبط كان كل حلمي اني ادخل كليه الطب، وان انا ابقى حاجه فيها وكل الكلام ده. ولكن بعد ما دخلت كليه التمريض اكتشفت ان والله يعني بجد مفيش فرق، ولو في فرق فان الاتنين بيكملوا بعض. وانا لو رجع بيا الزمن ما كنتش هندم لحظه يعني انا دخلت الكليه ديت. فالكل اللي لسه يخلص ثانويه عامه يعني بجد تاني ما تشيلش هم النتيجه بايا كان في الطريقه، ايا كان اللي انت عملته طول السنه. صدقني تعبك هيبان بعدين، اجتهادك هيبان بعدين، على الاقل شكلك قدام نفسك وانت واقف كده قدام المرايه بعد ما النتيجه تظهر، وبعد ما تخلص عامه السنه وتشوف الانجاز اللي انت حققته وان انت كنت شخص ملتزم. فدي حاجه لوحدها من غير اصلا المجموع ومن غير النتيجه ومن غير اي حاجه تبقى فخور بيها طول حياتك. فايا كانت بجد نتيجه، فخليك بجد شخص يعني واقعي. الموضوع مش كده
كل واحد له طريق، وايا كان الطريق اللي انت هتخش فيه فانت تقدر تكون منه حاجه عظيمه فعلا زي ما الواقع بيقول. فبس كل اي معلومه انا قلتها هنا هتلاقيها تحت برضو في المصادر وشكرا على تفاعل الفيديو اللي فات، والله يعني فرحتوني وبس. سلام.